أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. الموت يخطف الطباخ المغربي قبل قليل. إليكم التفاصيل. انتقل إلى جوار ربه في أولى ساعات اليوم الخميس الفنان والطباخ المغربي كمال اللعبي، المعروف بلقب الشيف كيمو، وذلك بشكل مفاجئ داخل منزله بحي الرياض بالعاصمة الرباط، وخلف نبأ رحيله حالة من الحزن والأسى في صفوف عائلته وأصدقائه الفنانين، وكذا لدى جمهوره الواسع داخل المغرب وخارجه. ويعد الراحل من الوجوه التي بصمت حضورها في مجال الطهي، حيث استطاع على مدى سنوات من العمل والمثابرة أن يكون قاعدة جماهيرية مهمة بفضل أسلوبه البسيط وقربه من المتلقي، إلى جانب شغفه بتقديم الأطباق المغربية التقليدية بروح عصرية تحافظ على أصالتها ونكهتها المتجذرة في الموروث الثقافي الوطني. واشتهر الشيف كيمو بحبه الكبير لمهنته وحرصه الدائم على تقاسم خبرته مع متابعيه من خلال مشاركة وصفات متنوعة ونصائح عملية موجهة بالأساس للطبخ المنزلي، ما جعله يحظى بتقدير واسع واحترام كبير من طرف جمهوره، خاصة فئة الشباب والمهتمين بالمطبخ المغربي في صيغته المبسطة والقريبة من الحياة اليومية. وينحدر الفقيد من مدينة فاس راكم تجربة مهنية أهلته للحضور ضمن المشهد المرتبط بفنون الطهي، مستفيدا من نشاطه الإعلامي ومحتواه الرقمي الذي أسهم في تقريب المطبخ المغربي من شرائح واسعة داخل الوطن وخارجه، والتعريف بجانب من غناه الثقافي والغذائي. كما تميز كمال اللعبي باهتمامه الخاص بالوصفات المغربية التقليدية التي حرص على تقديمها بصيغة حديثة تراعي متطلبات العصر من دون التفريط في روحها الأصلية، وهو ما ساهم في توسيع دائرة الإقبال على المطبخ المغربي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة. وأثار إعلان الوفاة موجة من التأثر في الأوساط المهنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من معارفه ومتابعيه عن صدمتهم وحزنهم العميق لرحيله، مستحضرين خصاله الإنسانية وشغفه الصادق بالمهنة، معتبرين أن فقدانه يشكل خسارة لاسم ساهم في إبراز المطبخ المغربي وتقريبه من الناس بروح بسيطة ومحبة. إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.